السلام عليكم ورحمة الله الغاليين. اوعى تغلط في الغلطة دي. اوعى تستنى لغاية ما الوقت يضغط عليك وانت غير مستعد وتقول انا عاوز الموتور بتاعي اللي هو الدماغ تشتغل على سرعة 180 وانت اصلا راكن ونايم والموتور بتاعك اخره 40. لو ركنت في اولى اعدادي وثانيه اعدادي وقلت انا مستوايا ضعيف ماشي بس هاجي في ثالثه اعدادي اشد، هتقع من اول شهرين في ثالثه اعدادي ومش هتستحمل المنهج الكبير ولا القواعد العميقه ولا الكلام ده كله. الكوبايه بتاعتك هتميل بسرعه وتلاقي نفسك سقطت وتلاقي نفسك مش مستمتع، مش قادر تستحمل، والسنه بقت كئيبه وكبيسه. لو عملت كده برضو في ثالثه ثانوي، قعدت اولى ثانوي وثانيه ثانوي مش مستعد، راكن الموتور بتاعك، راكن دماغك وماشي على سرعه 30-40، ما تتوقعش تماما ولا يكون عندك امل ان انت تعرف توصل لسرعه 180 وتقفل الامتحان وربنا يكرمك بدرجه كويسه. لا، مش بتكلم عن الانجليزي لوحده، بتكلم على كل المواد. يبقى حضرتك محتاج ان انت تبدا بدري. بالنسبه للانجليزي ان شاء الله هنبدا للناس المهتمه شهر 6 هيبقى عباره عن كسر الحواجز النفسيه، الاندماج في اللغه الانجليزيه بشكل عام عن طريق كورس محادثه وتاسيس اللي هو شهر 6. لكن من بدايه من شهر 7 ان شاء الله هنبتدي كورس تاني خالص اللي هو كورس قواعد وريدنج كومبريهنشن، قطع فهم جميله بقصص رائعه مسليه ممتعه، وهنعمل بير وورك وجروب وورك. هتحس ان انت قدامك نص انجليزي، مش خايف من اهم سؤالين في الامتحان في ثالثه ثانوي اللي هو قطعه الفهم او قطعتين الفهم اللي ممكن يضيعوا منك درجات كتير. هتلاقي نفسك شغوف ان انت تقرا انجليزي بفضل الله سبحانه وتعالى. من اول شهر 8 هنبدا في منهج ثالثه ثانوي بعد ما تكون استمتعت، وهنبدا فيه باسلوب الكورس بتاعنا اللي هو مفيش ولا كلمه بالانجليزي ملهاش نطق صح، ملهاش اشتقاقات، ملهاش معنى واضح بالعربي، ملهاش جمله او جملتين او 3 تدخل فيهم. وكذلك القواعد هنفهم يعني انجليزي، هنحاول نوصل بيه لدرجه الثبات بحيث ان انت ان شاء الله تقفل الامتحان وتخرج كمان من ثالثه ثانوي وانت حابب انجليزي وتعرف تستخدمه في الكليه اللي هو هتبقى مفروض عليك برضو ان انت تستخدم فيها انجليزي بمستوى عالي وراقي. ان شاء الله ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.